فعلا 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 يعني ملك وكتابة فعلا دراع النادي الاهلي، ملك وكتابة فعلا دراع واقي للنادي الاهلي. تحية كبيرة للكابتن والاستاذ ابراهيم المنيسي والبروفيسور عادل القيعي. ايه اللي حصل وايه الموضوع وايه الحكاية وايه الرواية، كل التفاصيل، وازمة امام عاشور اللي اتحلت، ازمه امام عاشور اللي اتحلت، وازمه كهربا اللي لسه ما اتحلتش. كل التفاصيل معاكم، كل الاخبار معاكم، كل ما يخطر في بالك هيبقى معاك في الحلقه دي باذن الله. فقبل اي حاجه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي لكل متابعين قناه اكرامي محمود في كل مكان. جمعه طيبه مباركه عليكم جميعا، جمعه طيبه مباركه عليكم جميعا. وقبل اي حاجه نبدا الكلام كعادتنا بذكر الله، فلا اله الا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اكثروا من الصلاه على النبي يوم الجمعه يا جماعه. جمعه طيبه عليكم مباركه باذن الله. اللي صلى على النبي يضرب اللايك والشير والاشتراك، كله ببلاش يا كبير. لايكك ببلاش وشيرك ببلاش واشتراكك ببلاش. اضغط زر اللايك يا نجم، خلي الحلقه دي توصل لكل الناس. الكابتن امبارح في حلقه امس عادل القيعي وابراهيم المنيسي رجعوا يفكرونا تاني باكبر قلعه رياضيه في الجيزه. فكرونا باكبر قلعه رياضيه في الجيزه، وبيتكلموا مع بعض وكلام منطقي وكلام عقلاني وكلام زي ما انت عايز تقول، لان ما هو دليلك ان انت اكبر قلعه رياضيه؟ بطولات مفيش، مش زي الاهلي يعني، مش مفيش عشان برضه نقول اللي لينا واللي علينا. بطولات مش زي النادي الاهلي، انجازات مش زي النادي الاهلي، فروع مش زي النادي الاهلي. طب ايه اكبر قلعه رياضيه في مصر بناء على ايه؟ حقيقه يعني بيجيبوا شويه بيخلصوا القديم والجديد. درع النادي الاهلي الواقي ملك وكتابه مع البروفيسور عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي. خلصت يا باشا، خلصت يا باشا، خلصت. ازمه امام عاشور مع فرض الامن انتهت. ازمه امام عاشور مع فرض الامن انتهت. وانتهت بايه؟ دخل النادي الاهلي والحكايه والروايه وخد له ملمين وخلصت القصه على كده. هي كانت لازم من الاول، بس يلا ما علينا. خدت وقتها وخدت حكاياتها وخدت رواياتها، ولازم نطلع نعمل بوم، لازم نطلع نشغل الراي العام باي بتنجان، لازم نطلع نشغل الراي العام باي كلام. ولكن خلص الكلام وخلصت وحدوته واتقفلت وكله تمام التمام. زي بالظبط ازمه حسين الشحات مع الشيبي، خلصت وكله تمام التمام. الحاجه الوحيده اللي ما خلصتش كهربا بيه يعني بص بخلي والله حاجه تموت من الضحك. كهربا بيه في قسط اللي نادي الزمالك على كهربا بيه لغايه دلوقتي كهربا بيه ما دفعوش، تمام؟ وراحوا عملوا محضر في قسم العجوزه والحكايه والروايه، تمام؟ من اعمالكم صلت عليكم، من الاخر. ده انتوا ضاحكين على انديه، وضاحكين على لاعبين، وضاحكين على مدربين، ايه يا جماعه؟ مش كده يا جماعه. يعني هو انتوا لما بتضحكوا على طوب الارض، ولما يجي واحد كهربا يضحك عليكم بتبقى وحشه؟ ها؟ بتضحكوا على طوب الارض، ولما يجي كهربا يضحك عليكم تبقى وحشه؟ ما علينا. هنخش في خبر حصري من الاخر، تمام؟ خبر حصري ومن الاخر، تمام؟ النادي الاهلي التذاكر اتعرضت امبارح، خلص اكتر من تلتين التذاكر. طبعا جمهور الاهلي طبعا كلنا عارفين، ولكن باين عليهم قال لك نخلي شويه دول بقى للفريق اللي هيكسب من امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه، يا باتشوكا يا لسه الفريق بتاع امريكا الجنوبيه ما اتحددش. هنشوف الدنيا هتمشي ازاي، تمام؟ وركز وحط تحت على دي مليون خط. على الكابتن محمود الخطيب الاستعداد وبكل قوه لتلك المباراه اللي هي هتبقى يوم 14/12 في قطر. 14/12 في قطر، مباراه قبل النهائي. بص يا كابتن محمود، كلمه ابرك من مليون، لو كسبت المباراه دي ووصلت النهائي
جميل. بص هتعمل معاك حاجات وابداعات اقل ما فيها هتاخد لك 4 مليون دولار، ده اقل ما فيها. تاني حاجه هتلاقي الدنيا بتتهافت، الدنيا كلها بتتهافت على انهم يعملوا لك الاستاد. لما النادي الاهلي يوصل نهائي بطوله العالم ويلاعب ريال مدريد هتلاقي جميع الاستثمارات اتفتحت لك، هتلاقي جميع الدول بتتهافت علشان تعمل لك الاستاد ويحطوا اسمهم على الاستاد. مكاسب خياليه يا كابتن محمود، هيحصل مكاسب خياليه. بس اكسب المباراه دي ويوصل النهائي هيبقى مكاسب خياليه، هيجي لك عروض من شمال ومن يمين علشان يعملوا لك الاستاد يا باشا، علشان يعملوا لك الاستاد. طيب بعدما رفع شعار النادي الاهلي، بعدما رفع شعار النادي الاهلي في اكبر مدينه اقتصاديه في العالم نيويورك، طبعا شعار النادي الاهلي كان منور في اكبر ناطحه سحاب، تمام؟ على برضو على اداره النادي الاهلي عمل 4-5 صفقات من العيار الثقيل، 4-5 صفقات من العيار الثقيل ليكونوا معاك في شهر يناير ويلعبوا معاك بطولة كأس العالم الموسعة في أمريكا. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طيب إيه يعني هنستفيد إيه إحنا من بص يا باشا، اللاعب المحترف إذا ما كانش يجي ويلعب على أي حد من المحليين يبقى ده أنت كده بتخرجه، كده في تهريج يا باشا. لما يبقى عندك رضا سليم وبيرسي تاو قاعدين احتياطي للاعيبه محليين زي مثلا حسين الشحات وطاهر محمد طاهر اللي مكسرين الدنيا، يبقى انت بتجيب كده محترفين اي كلام، انت كده بتجيب محترفين اي كلام من الاخر ياخدوا بالدولار وانت عندك اسمه في الدولار، وكل شويه تطلع تقول انا ما بعرفش اجيب رواتب الشهريه. طب امال انت جايب لعيبه محترفه تقعدها بره؟ امال اللعيب المحترف يا جماعه اذا ما كانش يجي يلعب ويبقى اعلى قيمه واعلى مهاره واعلى سرعه واعلى فن من المحليين يبقى ملوش لازمه، يبقى ملوش لازمه. اضرب لايك وشير والاشتراك يا كبير، اضرب لايكك وشيرك واشتراكك يا نجم. طيب من الاخر قولا واحدا عايزين 4 صفقات سوبر ستار نوصل بيهم النادي الاهلي لاعلى المناطق. يعني اقل واجب نوصل دور ال8 يا عم في البطوله الموسعه، نوصل دور ال8. اي نعم في افضل 16 فريق في اوروبا في البطوله دي، ولكن مفيش مانع ان انت توصل دور ال8 تاخد لك 10 مليون دولار. يعني ال4 صفقات اللي انت هتجيبهم هيجوا لك برضه ثمنهم تاني، ويبقى انت استفدت بالصفقات ويبقى عملت رفعت اسم النادي الاهلي في كل مكان. اسم النادي الاهلي يشرف اي حد وفي اي مكان، اسم النادي الاهلي يرفع اي كيان، يرفع اي شعار النادي الاهلي لوحده يعني شرف. شعار النادي الاهلي ده شرف لاي حد يلبس فانلة النادي الاهلي، تمام؟ كهربا ضحك على الزمالك، سيف الجزيري وزيزو مش عايزين يجددوا، ده واحد طالب 2 مليون دولار وواحد طالب مليون دولار. وطبعا نادي الزمالك الفلوس عنده بالهيله، الدولارات عنده بلا حساب ولا عذاب ولا اي بتنجان، تمام؟ علشان ما بحبش اطول عليكم، جمعه طيبه مباركه على جميع المسلمين، جمعه طيبه مباركه على جميع المسلمين. لايكك يا كبير وشيرك واشتراكك، بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وشكرا لكم جميعا.